لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أيام قليلة يحل علينا ذكرى لأعظم حدث في هذه الأرض أو في هذه الدنيا، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أو إلى يثرب قبل أن تكون المدينة النبوية. هذا الحدث العظيم الذي غير التاريخ وغير منار الأرض كلها، هذا الحدث حدث عظيم جدا، ولذلك نتذكره لكي نأخذ منه عبرا بإذن الله سبحانه وتعالى. السيرة النبوية عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بعث صلى الله عليه وسلم بعث في أول وهلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدري عن الكتاب ولا يدري عن جبريل عليه الصلاة والسلام. وهو في غار حراء جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فضمه إليه ضما عظيما، ففجع النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول له جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ثم يضمه ثانية يقول له: اقرأ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فيضم ثالثة ويقول له: اقرأ. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هذه اللحظة بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وأصبح نبيا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وهو مفجوع عليه الصلاة والسلام إلى بيته، إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل بيته فقال عليه الصلاة والسلام: دثروني دثروني. فغطته رضي الله عنها وأرضاها أمنا خديجة رضي الله عنها. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام سألته: ما بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت كذا وكذا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: والله لن يخزيك الله أبدا. هذه المرأة الصالحة المؤمنة التي بشرها الله سبحانه وتعالى، بل سلم الله سبحانه وتعالى، إذ يأتي جبريل عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل لخديجة أن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام. الله أكبر. هذه المرأة الصالحة المؤمنة التي كانت عونا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تفصل من صفاته الحميدة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أبدا لا يخزيه. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان ابن عمها رضي الله عنها وأرضاها. فلما أتت إليه فقال له ورقة بن نوفل: ما بك يا ابن أخي؟ ما الذي حدث؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، أنه أتاه جبريل وضمه إليه وقال له: اقرأ، ثم فصل له ما حدث. فقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه: قال: هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: يا ليتني كنت جذعا، يعني أنت ستكون نبيا، ويا ليتني في ذاك الوقت، ويا ليتني في ذاك الوقت الذي تدعو إلى الله جهرا أكون معك إذ يخرجك قومك، يوم يخرجك قومك من أرضك، يا ليتني كنت معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هل قومي سيخرجونني؟ ماذا فعلت؟ ما الذي سيحدث؟
فقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعاداه قومه، ولذلك سيعادونك كما عودي من قبلك من الأنبياء والرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت ومن هذه اللحظة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلاقي من أمته الأذى الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ربنا جل وعلا يوحي إليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سرا، فبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة، يدعو قريش إلى دين الله ليدخلوا وليسعدوا وليعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فدخل بفضل الله عز وجل أبو بكر الصديق ومن بعده من الصحابة الذين هداهم الله وكانوا أول طليعة في الإسلام. فلما دخل هؤلاء بعد مرور سنوات أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل صفا، فقال: يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كلاب، يا بني فلان. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بيتا بيتا، فخرج كل الناس من بيوتهم ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطب، ما الخبر. فتجمعوا إليه وهو واقف صلى الله عليه وسلم على جبل صفا، يقول لهم: لو أخبرتكم أن جيشا من وراء هذا الجبل سيغير عليكم أأنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا يا محمد. وكانوا يسمونه حينئذ الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. فلما قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك قريش معنى لا إله إلا الله. ويا سبحان الله، كثير من المسلمين في زمننا لا يفهم معنى لا إله إلا الله. قد يقول لا إله إلا الله ولكنه قد يأتي ببعض النواقض للا إله إلا الله. لكن كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله. إذا قال أحدهم لا إله إلا الله بمعنى أنه لن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولن يشرك به سبحانه وتعالى. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفرق القوم، منهم من قال: ما هذا الكلام، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وأتى عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق أبو لهب، فقال: لهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات. فتفرق القوم والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوة قومه، فدخل في دين الله من الأشراف، ودخل في دين الله ممن كانوا عبيدا لبعض كبراء قريش، ومنهم بلال رضي الله عنه وأرضاه،
ومنهم من الموالي عمار وأبوه وأمه، كلهم هؤلاء دخلوا في دين الله، أو ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وأمه، وكثير ممن كانوا في الرق. في هذه الأثناء بدأت قريش أن تؤذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من كان له سند من قومه وعشيرته يدافعون عنهم، ومنهم من لم يكن له سند بل كان تحت أسياده مثل بلال رضي الله عنه وأرضاه، فأذوهم أشد الأذى، بل جمعوا هؤلاء العبيد في بطحاء مكة وبدأوا يجلدونهم جلدا كبيرا وعظيما. منهم من كان يتأذى ومنهم من استجاب لقريش مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وحزن بذلك حزنا شديدا، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: استجبت لهم يا رسول الله، هل أنا خرجت بذلك عن دين الله عز وجل؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشره يقول: إن عادوا عد، لأنك أوذيت في الله أذى عظيما ما دام أن قلبك مطمئن بالإيمان. ومنهم من ثبت ثبوت الجبال وهو بلال رضي الله عنه وأرضاه، كلما اشتدوا في أذيته كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: أحد 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 أحد، وثبت في دين الله سبحانه وتعالى إلى أن أعتقه أبو بكر الصديق، إلى أن اشتراه وأعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا الخطب العظيم، هذا الأحداث العظيمة، بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأصحابه الذين لم يكن لهم سند أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن كنا أول دار يدخلها المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في الهجرة الأولى كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا مكة أو دخلوا الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وقال لهم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فلما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جن جنون كفار قريش: كيف يخرج هؤلاء إلى الحبشة ونحن لنا علاقة وطيدة بملكها؟ فأرسلوا إلى الحبشة لكي يعيدوا المهاجرين إلى مكة المكرمة ولكي يعذبوهم كما كانوا يعذبونهم من قبل. فلما أتوا إلى النجاشي، القصة المعروفة التي جمعهم وسمع منهم آيات من القرآن وثبتهم في أرضه رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك الحدث اشتد كذلك أذى قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الأثناء بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يهاجرون إلى المدينة. خرجوا إلى المدينة، وماذا حدث بعد ذلك سيكون بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. انتظروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم بعد فاصل مشاهدي الأكارم. قلنا قبل الفاصل النبي صلى الله عليه وسلم تسامع أحداثه
في كل جزيرة العرب. جاء وقت الحج، خرج من المدينة أو من يثرب حينئذ 12 نفر في الحج، وقت الحج، وهذا يسمى ببيعة العقبة الأولى. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فلما دخلوا دين الله سبحانه وتعالى أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى يثرب لكي يعلمهم أمر دينهم. دخل مصعب بن عمير يثرب وبدأ يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم آيات التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت مصعب بن عمير وهو جالس يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى ويتلو عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، مر بهم رجل من سادات أوس أو الخزرج، وهو معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فرآه فقال له: من أنتم وماذا تفعلون؟ فقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه: ادنوا إلينا، استمع إلى ما نقول، فإن أعجبك فبها، وإن لم يعجبك تركنا لك مكانك. فجلس يستمع إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فسمع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ودخل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دين الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل رجل عظيم، وكان ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعند موته رضي الله عنه وأرضاه اهتز عرش الرحمن سبحانه وتعالى لعظم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وبدخوله للإسلام دخل قومه إلى دين الله سبحانه وتعالى كلهم أفواجا بفضل الله عز وجل. في هذه الأثناء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى يثرب. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ممن لهم استطاعة أن يهاجروا إلى اليثرب، منهم من سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر تجمعت قريش لكي تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نستطيع أن نجابه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن نقتله. فقالوا: إن قتلناه عدتنا بني هاشم، فماذا نفعل؟ فقالوا: نختار من كل قبيلة رجل، وكل واحد منهم يضربه ضربة واحدة صلى الله عليه وسلم، يتوزع دمه بين القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، بعد أن عزم إلى الهجرة، نام في بيته صلى الله عليه وسلم، فتجمعت قريش من كل قبيلة رجلا لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون عند بابه عليه الصلاة والسلام، حيث إذا خرج كل واحد منهم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، البطل الشجاع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على فراشه. الله أكبر! وهذا هو التضحية لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل رسوله صلى الله عليه وسلم.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وهم يحرسون ذلك المكان، حيث إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كلهم يضربونه ضربة رجلا واحدا. فخرج من داره صلى الله عليه وسلم يتلو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. يتلو هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد من كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أخواني، ربنا جل وعلا في القرآن يقول: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل بينه وبين هؤلاء الكفار، جعل الله سبحانه وتعالى حجابا مستورا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أشرقت الشمس في حرارة شمس مكة قام هؤلاء كلهم لكي يروا هل قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه أم لم يقم. فلما رأوا ضربوا الباب، باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأوه قالوا: أنت؟ فقال: نعم. قالوا: أين محمد؟ فقال: لا أدري، خرج عليه الصلاة والسلام. فحزنوا بذلك حزنا شديدا، وأعلنوا في مكة أن من تمكن بالإمساك أو إمساك بالنبي صلى الله عليه وسلم له 100 ناقة. 100 ناقة. والناقة يا أخوان كانت من أشرف أموال العرب حينئذ. فبدأوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق إلى غار ثور، فاختبأ عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه، وكفار قريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء جعل من يدلهم على الطريق رجل يقال له عبد الله بن أريقط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يدلهم الطريق عبد الله بن أريقط، فتوجهوا عكس ما كان يتصور أهل مكة الطريق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب في طريقه، لحق بهم رجل لكي يمسك بهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما اقترب إليهم سقط من فرسه، ثم ركب فرسه يريد أن يلحق بهم فسقط من فرسه، ويركب فرسه لكي يلحق بهم مرة ثالثة كذلك يسقط من فرسه. فعلم أن هذا الرجل محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأن ما أتى به هو الحق. فقال: يا محمد قف. يعني بما معنى كلامه لن يبلغ عنه. اسمه سراقة، هذا الرجل سراقة بن مالك. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لن أبلغ عنك. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما بالك يا سراقة الذي كان يلبسه كسرى في ذلك الوقت، أن تتحلى بسواري كسرى، تلبس
يوم من الأيام سيأتي أنت ستلبس هذه الأسورة أو سوار كسرى. فسراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تعجب من هذا الكلام، أنه سيلبس سواري كسرى، وكسرى ذلك الوقت دولة عظيمة وكبيرة، فقال كيف ألبس هذا؟ ولكنه صدق لأنه خرج من الصادق الأمين هذا الكلام. في هذه الأثناء توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وهو ذاهب في طريقه، وأبو بكر منشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرة يكون في أمامه، ومرة يكون في خلفه، ومرة يكون عن يمينه، ومرة يكون عن شماله صلى الله عليه وسلم، حرصا عليه ألا تكشفه قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في منطقة قباء رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل هذا المكان استقبله نفر ممن آمن به صلى الله عليه وسلم، وممن حاز بشرف عظيم في ذلك الوقت أبو أيوب الأنصاري، حيث أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم تجمع حوله نفر عظيم ممن آمن به صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يتمنى أن يكون ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أيام في بيت أبو أيوب الأنصاري. ومن أدب أبو أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بيته، وكان بيت أبو أيوب الأنصاري كان له دور الأرضي ودور العلوي، فكان أبو أيوب الأنصاري في الدور العلوي والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، فكان يخاف أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا منه رضي الله عنه وارضاه، فقال كيف أكون فوقك يا رسول الله وأنت تحتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأقام في هذا المكان عددا من الأيام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم توجه بعد ذلك إلى المدينة اليثرب. وعند دخوله كان حدثا عظيما، وكان ينتظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، وأيضا ممن آمن من أهل المدينة الأنصار. وكما يروى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأناشيد الجميلة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. استقبلوه استقبالا عظيما وفرحا كبيرا وحدثا عظيما، وكل واحد يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد برؤيته صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينته صلى الله عليه وسلم، وأشرقت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنار كل بيت المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وكما ذكر أيضا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة كلها، يقول رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ عندما دخل المدينة ببناء مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فبناه رضي الله عنه وأرضاه
ليكون مقر للدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مما فعل في ذلك الوقت آخى بين المهاجرين والأنصار، وكل مهاجر يكون آخا للأنصاري. وهذا المؤاخاة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثا عظيما يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا من الصحابة من الأنصار من كانت له زوجتان، ومن كان له داران، ومن كان له بستانان. منهم من كان يقول هذا مالي نصفه لك ونصفه لي، ومنهم من كان يقول لي زوجتان إن أردت أن أطلق لك الأولى أو الثانية تختار منها ما تشاء وتتزوجها من بعدي. الله أكبر. وكانت تضحية عظيمة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عن الأنصار ورضي الله عن المهاجرين في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى التي تتلى إلى يوم القيامة. هذا الحدث يا أخواني حدث عظيم وحدث كبير جدا. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب عندما أرادوا أن يؤرخوا للمسلمين تاريخ فقالوا مما نبدأ؟ قالوا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال آراء كثيرة. واختاروا هذا الحدث العظيم ليكون تاريخ المسلمين يؤرخ به، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر الآن على هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم 1443 سنة، والآن سيدخل بعد أسبوع 44 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحدث العظيم لا بد لنا أن نتذكره ونتعلمه ونعلم أجيالنا ونعلم أبناءنا، لأنه هو التاريخ العظيم، تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وتضحياته وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى لأمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تبعه صلى الله عليه وسلم، ممن رضي الله عنهم كما رضي عن المهاجرين والأنصار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم، حلقتنا ستنتهي ها هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نلتقي بكم في الحلقات القادمة بحول الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.